مساء الفل. نعمل فيديو جديد في سلسلة الأم النرجسية وتربية بنتها كبش الفداء. احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده أو الفيديوهين عن مرحلة الطفولة المبكرة أو اللي هو البيبي. البنت اللي بتبقى لسه بيبي ما بتعملش حاجة غير إنها بتاكل وبتشرب وبتغير وبتنام وحد بيلعب معاها شوية. وقلنا الأم النرجسية بتعمل إيه في الوقت ده. هتبتدي الطفلة دي تكبر شوية بشوية، وهتبتدي تحاول تتكلم وتحاول تعبر عن نفسها. في معلومة مهمة جدا الأول أحب أقولها لكم قبل ما أبتدي أتكلم في المرحلة دي. الطفل أو الطفلة في أول 7 سنين من عمرها عقلها بيبقى كأنه العقل الباطن بس، يعني العقل الواعي بيبقى برسنتج قليلة جدا 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 من عقلها أو تحركاتها. العقل كله بيتحول أو بيبتدي في النمو على إنه جهاز ريكوردر، بمعنى إن هي الطفلة أو الطفل ما بيعملش أي حاجة، ما بتعملش أي حاجة غير إن هي بتستقبل وتسجل، بتستقبل وتسجل. ريكوردر فقط، فعلا أداة تسجيل واستقبال. بتستقبل إيه وبتسجل إيه؟ بتستقبل كل موقف بيحصل قدامها وبتربطه بمشاعر وبيتحط في فايل. الحب بيبقى ازاي؟ بتبتدي تركز انا لما بحب ماما بعمل ايه. طب ماما لما بتحبني، ما هي ماما اكيد بتحبني، ما هو الاوتوماتيك بتاعنا ان ماما اكيد بتحبني. ماما بتبقى عامله ازاي وهي بتحبني؟ خلوا بالكم من الموضوع ده كويس قوي. ماما بتبقى عامله ازاي وانا حاطه البيس بتاع الموضوع، اساس الموضوع انها بتحبني. في حاله الام النرجسيه ماما بتبقى عامله ازاي لما بتحبني؟ ماما بتزعق، ماما بتصرخ، ماما بتبقى قاسيه. ركزوا عشان ده هيخبط بعد كده معانا في مراحل جايه كتير. ماما بتبقى اوقات بسيطه قوي راضيه ومبسوطه وبتضحك. ماما فجاه بتبقى emotionally unavailable، حتى لو موجوده جنبي physically، موجوده بجسمها، هي فجاه بحس ان هي مشاعرها مش معايا، هي فقدة التركيز معايا. ماما فجأة ممكن تتبسط، فجأة ممكن تزعق، فجأة ممكن تسكت ما تكلمنيش وما بقاش عارفة ليه هي ما بتكلمنيش. بس ماما بتحبني لان ده الديفولت، ده اللي انا متأكدة منه. الفاكت الوحيدة اللي الطفلة بتتولد بيها او الطفل بيتولد بيها ان مامته وبابا بيحبوه. ما هو ده الغريزة، ده الغريزة اللي ربنا خلق الناس بيها طبيعيا. بعد كده بقى الناس اختلت، بقت عندها اضطرابات نفسية. دي مش مشكلة الخلق، هي مشكلة، يعني هي مشكلة تربية وسوء استخدام للسلطة وسوء استخدام لاني اب او ام. بس ده مش دي القصة دلوقتي. القصة ان الفطرة ان الاب والام بيحبوا الطفل او الطفلة، فاي حاجة بيعملوها بتتحط في فايل ده الاكشن المتابع للحب، ده الفعل ورد الفعل المتابعين للحب. ايا كان الاطار اللي بيحصل قدامهم، الطفل ما بيقدرش يميز، ما يقدرش يقول ده شر وده خير، ما يقدرش يقول ده صح وده غلط، بالذات لو من ماما وبابا او من level of authority اللي هو اسمع كلام مدرستك، اسمع كلام مدرسك، محدش يتكلم للكبار. يبقى كل دول انا بتبرمج على انهم دايما صح ما بيغلطوش، دايما صح ما بيغلطوش. اذا انا هاخد كل اللي بيحصل قدامي as a fact، هاخده امر مسلم بيه. ده الحب يا جماعه، انا معرفش غيره. ده الزعل يا جماعه، انا معرفش غيره. ده الندم، هو ده الندم، انا معرفش، هعرف غيره منين؟ ما هي دي اللغه اللي انا بتعلمها. الطفل لو اتولد في مجتمع ما بيتكلمش هيطلع اخرس، مش عشان هو ما بيسمعش،
هو بيسمع كويس، ودنه شغالة، بس مفيش حاجة بيسمعها، مفيش حاجة بيسجلها، مش عارف يتكلم. إذن الطفل كل القدرات اللي بتحصل عنده، كل التربية النفسية اللي بتحصل عنده، الاستقرار النفسي أو عكسه، الحب والاطمئنان أو عكسه، كل ده الطفل ملوش يد فيه، ما يقدرش يتحكم في ايه اللي يستقبله وايه اللي ما يستقبلوش أول 7 سنين. تاني حاجة، العقل البشري ما بيستوعبش كلمة النيجاتيف، يعني ما تشغلش التلفزيون. بالنسبة للعقل البشري التلفزيون فأنا هشغله. ال 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 الطريقة اللي الأم النرجسية بتربي بيها البيبي على ما بيكبر بتبقى عبارة عن كلها نيجاتيف، كلها ما تشغليش، ما تشربيش، ما تلبسيش، ما تعمليش، ما تستحميش دلوقتي، ما تفتحيش الباب دلوقتي، ما ترديش على التليفون، ما تقوليش قلتي ليه. اكتر سؤال احنا ممنوع نسأله واحنا بنعمل كوتشنج على فكرة، يعني لما اجي اعمل كوتشنج اتقال لنا لما درسنا كلمة محدش يسأل حد ليه بتعمل كده، لان ليه فيها مواجهة وفيها دفاع عن النفس. فلما باجي كوتش حد انا مش المفروض ان انا اخليه يدافع عن نفسه، فكلمة ليه دي اوريدي، او طالما ابتديت السؤال بليه يبقى انا هجومي، انا بهجم على اللي قدامي. ها ليه؟ فاللي قدامي لازم هيحس بدفاع عن النفس. افتكروا معايا لو انا صح او غلط، وصححولي برضو في الكومنتس اذا كان الام النرجسية بتربي بحاجة تانية بره الاتنين دول، يا كلام نيجاتيف اللي هو ما تعمليش، الاوردرز بتتقال بطريقة عكس اللي المفروض تتعمل، او ليه عملتي كده، ليه 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 ليه. فانا دايما الطفلة بتتولد وتتربى على انها في حالة دفاع عن النفس، او في حالة عقلها بيحاول يفهم هو انا المفروض ايه اللي ما اعملوش، لان العقل عايز يتقال له حاجة سهلة، اعمل كذا، رتبي الأوضة، مش ليه اوضتك مكركبة. فهمتوا قصدي؟ وانتوا بتربوا ولادكم خلوا بالكم من الكلام ده، خلوا بالكم من طريقة ان القاء الاوامر لازم يبقى في حيز جملة اقول له يعمل ايه، مش اقول له ما يعملش ايه. طب لما اقول له ما يعملش ايه هو يفهم ازاي يعمل ايه بقى؟ يعني الحته المهمه اللي انا عايزاه يسمع كلامي فيها هيعرفها ازاي او هتعرفها ازاي؟ خدوا بالكم من الحته دي جدا، وخدوا بالكم ان الام النرجسيه متخصصه في التربيه الغير اللي هو لو في بوزيتيف بيرنتنج وفي التربيه الايجابيه، دي التربيه السلبيه، يعني بقى والله العظيم تعمل كتاب التربيه السلبيه مفيش. فدايما بيبقى الكلام واحنا بنكبر، واحنا في مرحله الطفوله لحد 7 سنين احنا عمالين بنجمع ان طريقه الحب ان انا دايما ابقى بدافع عن نفسي، دايما انا محل هجوم، دايما انا محل تساؤل، وانا عملت ايه؟ انا عملت ايه عشان ماما ما تكلمنيش كل ده؟ وانا عملت ايه عشان فجأة تقلب عليا؟ ما انا مش عارف، انا مش عارفة والله. انا قلت كلمة بقولها كل يوم، الايام اللي فاتت عدت وفجأة النهاردة بقت كلمة مش صح، ما ينفعش اقولها، او طريقة غلط في الكلام. طب ما انا بعمل كده بقالي كذا يوم، اشمعنى دلوقتي بقت غلط واتقفش عليا والدنيا اتقلبت طلعت ما نزلتش؟ عشان دي طريقة الام النرجسية في انها تخلي اللي قدامها ما عندوش توقع. فبيبقى بتتبني حاجة في الطفلة وهي بتكبر اسمها emotional chaos اللي هو الدربكة، اللخبطة، الحاجة اللي هي مش مرتبة، مش منظمة. فأنا دايما مشاعري مش منظمة، ما عنديش توقعات معينة ايه اللي هتتبسط مني فيه وايه اللي هتزعل مني فيه. واللي بتتبسط مني واللي بتزعل مني فيه في حاجات اخواتي بيعملوه بس ما بيتعاتبوش، او ما حدش بيزعل منهم، او بتعمل اختي نفس الحاجه وبتسقف لها وبتهيص لها وانا بتزعق لي. ففي دايما كبش الفدا بيحصل له ايموشنال كايوس، انا مش فاهمه اتصرف ازاي، انا مشلوله، ايموشنالي بارالايزد، مشلوله
حسيا، حواس كلها دايما متأهبة، دايما هتلاقوا نفسكم في اغلب الوقت كتفكم دايما مشنج. دايما الكتف عند البنات عند بنات الامهات النرجسيه والمتربيين مع نرجسيين، كتافنا دايما عامله كده، لانك دايما على وضع استعداد. الجسم لما بيجي يجري من حاجه مخوفاه بيبقى صح، او اول ما تيجي بتجري، حتى لو الناس الرياضيين تيجي تجري تلاقي نفسك على طول ايه، الكتف ابتدى يدي للجسم يعني الطلعه الاولانيه معاه. فاحنا دايما عاملين كده، دايما حابسين نفسنا. هتلاقوا نفسكم النفس عشان تاخدوه بعمق صعب، مش محتاج تدريب كتير عشان اعرف اخد نفس بعمق واطلعه كله، لاني جسمي دايما في وضع دفاع عن النفس. وده بيبني عندنا، هقول لكم بعد كده، كورتيزول والادرينالين اللي ملوش لازمه، والهرمونات المضره، وبيعمل الامراض المناعيه، لان دايما المناعه على طول على درجه الاستعداد، فهي ما بتريحش، فالجسم على طول بيدافع عن نفسه، فمش عارف يرتاح، فبتربي بقى الامراض اللي هقول لكم بعد كده، يعني الاغلبيه العظمى ممكن تعاني منها. تمام؟ فدي بصفه عامه اول 7 سنين احنا بنتبرمج على ايه؟ بنتبرمج على emotional chaos، اللي هو ups and downs، فوق وتحت فوق وتحت فوق وتحت، ومش عارفه الفوق ده ايه اللي جابني فوق، مش عارفه التحت ايه اللي جابني تحت. وفي فتره موت، اللي هو عارفين القلب لما بيقف ده الصمت العقابي، وبعدين نطلع فوق شويه، وبعدين ننزل فجاه، وننزل فجاه تحت اكتر من اللي كنا فيه. الكيرف مرعب، لو اي دكتور شاف قلب بيعمل كيرف بالطريقه اللي احنا بنتربى بيها هيقولك ده في حاجه، في حاجه جنونيه، في حاجة القلب ده راكبه عفريت. ليترلي بنحس قلبنا بيبقى كده طول الوقت، في خوف، في رهبه، في انا مش عارف انا غلطت في ايه وانا ما عملتش ايه، وعملت ايه، وايه الصح وايه الغلط، ودربكه. فده اللي بنتربى عليه اول 7 سنين. الفيديو الجاي هكلمكم بقى بالتفصيل عن المرحلة اللي بيبي بيها بتبتدي تتكلم وتقول رأيها لحد 7 سنين ما يخلصوا. يعني كارثة 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 إن هتبتدي شخصية كبش الفداء تتبلور، أو تحاول تتبلور وتحاول تعمل لنفسها مساحة على الكوكب اللي هي جت عليه واتخلقت فيه. دي هتبقى بداية اختيار كبش الفداء من الطفل الذهبي. وهقول لكم الحلقة الجاية أو الفيديو الجاي بيتم اختيار كبش الفداء أو الطفل الذهبي على أساس إيه. هي بتبقى على أساس الفترة دي اللي هي بنبتدي فيها نتكلم، ويبقى لنا شوية كده مساحة بتاعتنا، ولعبنا بقى وحاجاتنا ولبسنا والكلام اللطيف ده، نبتدي نتكون كده كشخص. انا طلعت من مرحله ان انا طفل رضيع، وابتديت اتكون كشخصيه بقى، الكاركتر ابتدى يبان. الفيديو الجاي هقول لكم ايه اللي بيحصل لما الكاركتر بيبتدي يبان ويتكون، وازاي بيتم اختيار كبش الفداء. بتبقى في الفتره دي بالظبط. كان معاكم ماجي حرفوش، كالعاده مستنيه تعليقاتكم اللي ما بشبعش منها، اللي بتخليني حاسه ان انتوا فعلا بتتفاعلوا معايا، وبتخليني حاسه اني يعني موجوده وسطكم فعلا، وحاسه بيكم. اشكركم جدا، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.